السلام عليكم. إيه انا قلت ان انا اي حاجه هتضايقني انا هتكلم على الجروب. زي ما بتكلم في المدرسه هتكلم على الجروب، لازم كل الامهات بعد كده تعرف كل حاجه. انا لو بنتي عملت حاجه لازم كل الناس تعرف بنتي عملت ايه عشان نعرف نقاوم ونربي ولادنا. انا ما عدتش هكلم حد على الخاص تاني، واللي مش عاجبه ان شاء الله ما عجبه. النهارده يا مدام دلال، ابن حضرتك عبد الرحمن حضن بنتي وبسها في الكلاس. انا ما اقبلش كده. انا واحده منتقبه وجوزي ملتحي وقديم، ده مش سياسه بيتي، وانا اولادي ما بيلعبوش مع الولاد، بناتي ما بتلعبش مع بويز. بنتي الكبيره اسالوا عليها في المدرسه في جريد 4، ابني الكبير اسالوا عليه في جريد 5، لا بيكلم بنات ولا بيلعب مع بنات، ولا بنتي الكبيره، وبنتي الصغيره منبهه عليها كالمثل. انا بقى متخلفه؟ انا مش متخلفه، انا حره في ديني. انا ديني بيمنع الاختلاط، لا عيال ولا كبار. انا بربي من الصغر على حاجه بطلع للكبر. ابنك يبوس بنته ويحضنها بتاع ايه؟ ليه؟ في ايه خير؟ لو سمحت كلمي ابنك كده، ما ينفعش. وانا ما بقاش كده اهو. اخوها بقى الكبير عايز يروح يضربه بكره. لما ابنك بقى يجيلك متعور، انا بقى مش ماشيه وراهم في المدرسه، وده اخوها وده اخوها. ضربها لي مرتين وما شفتش، ما لقيتش اي اكشن بصراحه. مره حاططها في تحت عينها، ومره عاضدها في راسها، والنهارده جاي حاضنها من صدرها وبايسها. ده ايه ان شاء الله؟ ده خير ده ان شاء الله يعني؟ ده اسمه ايه ده ان شاء الله؟ انا ما بقاش كده، لو سمحت يا ارجوكي. وانا اتكلمت مع حضرتك قبل كده في الموضوع ده، مالوش دعوه ببنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبو عبد الرحمن، وحبيت أرد على حضرتك. اللي عنده معزة يربطها، يعني بصراحة اللي عنده معزة يربطها، وأنا بقول أهو على الجروب ومش هكلم حد على الخاص. اللي عنده معزة يربطها. أنا ابني يبوس اللي هو عايزه. لو بنتك محترمة ومؤدبة ما كانتش خليته يبوسها، وكانت اشتكت للأبلة. لكن الطريقة الوسخة دي أنا ما بحبهاش. انت فاكره يعني ان انت هتهزقينا على الجروب يعني واحنا نسكت لك؟ لا يا اختي، مش هنسكت لك. انا قلت اللي عندي بقى، واللي في الجروب هم اللي يردوا عليكي. اللي عنده معزه ايه يربطها يا حبيبتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.